عسلامة، مرحبا بكم مع أمولة. اليوم غسيت لازانيا باللحم المفروم وصوص بشاميل بنينة برشا. باش نمشيو مع بعضنا نشوفوا الطريقة، لكن قبل ما تنساونيش من لايك والبارتاج مهمين برشا يا جماعة. دونك خذيت الكروانة متاعي، حطيتوني شوية زيت، حطيتوني البصل، بطبيعة الحال الثوم، وباش نضيف اللحم متاعي. دونك هوني خذيت تقريبا 700 جرام لحم مفروم. هوني نقليوهم بالباهي بالباهي حتى لينا كلون هذاك نتاع اللحم يتبدل، وباش نفوحوا كيف كيف مع بعضنا. أكيد كل واحد وطريقته، أنا بارتاجي معاكم طريقتي وان شاء الله تعجبكم زاده كيف كيف. ضفتوني الثوم البودره بنين برشا، رشه ملح، شويه فلفل اكحل، واللي تعطيها بنه برشا. معناها ويجي هكا اللازانيا نتاعنا تجي بنينه، هو النعناع الشايح. دونك نحطوا هكا شويه نعناع شايح، ونكملوا بنفس الطريقه كما قلت لكم حتى لين اللون نتاع اللحم نتاعنا يتبدل كومبليتمون قبل ما نضيفوا بقيه المكونات. حاجه بنينه برشا، ان شاء الله انتم زاده تجربوها، حقيقه الصغار والكبار يحبوها، وان شاء الله تعجبكم طريقتي. هذه مهمه برشا. نقعدوا هكا ما نقويوش الغاز نتاعنا، هكا على نار هاديه بشويه بشويه. هاو هوني ريتو تبدل اللون نتاع اللحم كومبليتمون. باش نضيف مغرفه ونص طماطم هكا معجونه، سينو تنجموا تاخذوا 3 ولا 4 كعبات طماطم ترحيوهم. الحقيقه طماطم انا ماهيش الوقت، انا مش وقتها وما عجبتنيش الحقيقه طماطم هكا الكعب وكل، دونك حبيت نعمل مغرفه ونص طماطم معجونه. نضيف هكا شويه ماء مش برشا، ونخلطهم هكا بالباهي بالباهي، ونخلي بطبيعه الحال الصوص نتاعي الطيب. نعاود نضيف هكا شويه اخرى ماء مش برشا، نخلط الكل ونسكر على معناها نغطي الطنجرة متاعي، ونخلي الطيب بالباهي الصوص متاعي. في الوقت هذاك باش نمشي انا نحضر الصوص بشاميل. سامحوني، حاجه ياسر ياسر بنينه، تنجموا تستعملوها لبرشا وصفات نبارطاجيها معاكم افيك بيان سور ان غران بليزير. ديما وصفاتي اللي نحاول تكون يعني بطريقه بسيطه وواضحه ومفهومه زاده كيف كيف. وشكرا للناس اللي قاعده تجرب في لي غوسيت ويرجعوا لي باللي كومنتير ولا بالتصاور على الانستغرام. ربي يفضلكم. الصوص نتاعي هوني حضرت. الصوص بشاميل باش ناخذ 60 جرام زبده يكون نوع باهي، و60 جرام فرينه، قد الزبده قد الفرينه. نذوب الزبده نتاعي قبل ما نضيف الفرينه بالطبيعه، مهم برشا. نضيف هوني 60 جرام، معناها ما معادل زوز مغارف كبار. معناها المغرفه تهز 30 جرام، يعني زوز مغارف كبار معناها فرينه هما 60 جرام. نخلط بالباهي وباش نضيف 700 مليلتر حليب. هوني باش نضيف الحليب بالطبيعه 700 مليلتر كما قلت لكم. نخلط بالباهي باش نفوح زيت صوص بشاميل نتاعي. باش نحط رشه ملح، شويه فلفل اكحل مش برشا، وباش نضيف الحاجه زياده تعطيه بنه ماهيش ضروريه، لكن من المستحسن كان نلقاوها نجموا نعملوها، اللي هي النواد موسكاد. هذه عندي انا الحقيقه ضفت هيك رشه بنين برشا ويعطي الطعم مميز للصوص بشاميل نتاعنا. نخلطوا الكل بطبيعه الحال. الصوص طوماط والا الصوص يعني نتاع اللحم المفروم ولا صوص بشاميل ما تكونش عاقده على الاخر وما تكونش جاريه على الاخر. هوني ضفت زوز توابع هكا فروماج هكا مثلث، سينو تنجموا تضيفوا اي نوع نتاع فروماج اخر تحبوا عليه، وسينو تنجموا زاده ما تضيفوش اذا انتم ما تحبوش تضيفوا الفروماج في الصوص نتاعكم، لكن راهو بنين برشا. نخلط هوني الكل، ناخذ الطبق نتاعي، نحط الصوص بالطبيعه صوص بشاميل، وباش نحط هوني زاده كيف كيف الاوراق نتاع اللازانيا نتاعي. نحاولوا زاده كيف كيف ناخذوا يعني نوع باهي ونوع ديما مستانسين بيه ديجا. هوني نضيف اللحم الصوص نتاعي نتاع الصوص معناها نتاع اللحم المفروم. نعاود هكا كيف كيف نضيف زيد شويه الصوص بشاميل، حطيتوني شويه موتزاريلا من الداخل. انا باش نعمل 3 طبقات بالطريقه هذه. هوني زيد باش نحط الصوص بشاميل نتاعي، بعد صوص يعني نتاع اللحم المفروم، وفي الاخر بالكل باش معناها كيما نقولوا احنا نشخشخوها بالباهي بالموتزاريلا اللي بطبيعه الحال نكون هكا محضرينها والكل دو كوتي. حاجه بنينه برشا. انا عملت 3 طبقات. الطبق نتاعي هوني كبير شويه، استعملت 700 جرام معناها لحم مفروم، وصوص بشاميل كيف كيف 700 مليلتر حليب. هوني ناخذ البابي كويسون وناخذ البابي هيك هذيك المنفوخ كما قاعدين تشوفوا، نغطي وندخل الفور ساعه بالضبط على 180 درجه. يكون بطبيعه الحال الفور سخون من قبل. خرجت هوني الطبق نتاعي، حبيت جوست نوريكم خاطر باش نهزوا معايا الطبق دونك باش نهزوا معايا معناها بعد دونك نعاود زاده كيف كيف معناها يعاود هيك يدخل شويه للفور، يتسخن شويه قبل ما تتحط على الطاوله. دونك بطبيعه الحال حبيت هيك جوست نوريكم قبل ما نهز الطبق نتاعي. بطبيعه الحال كي نكون هيك متضايفه نحب حاجه نهزها معايا. ان شاء الله تعجبكم غرفة اليوم. ما تنسونيش من لايك وبارتاج. في امان الله الناس الكل، نحبكم برشا. بسلامه.